تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة. الموضوع تعيينكم القيام بمهام وكيل الملك. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. في تلاوة سند تعيينه وتحريم كل ما راد بهذه الجلسة في محضر قانوني للرجوع إليه عند الحاجة. اليوم بمشاركتنا هذه الجلسة الرسمية والمقام بوحي اختيار الكلمات التي تتم مناسبة حقها للتعبير له بداية الأعاظم شكري وامتنان الخالصين والصادقين على تفضلكم بحضور هذا الحفل المبارك الذي زاده تشريفا. فبقدر ما أحس به من اعتزاز بقدر ما أدرك والتي تجعلني أكثر حماسا وأشد حرصا على القيام بها بكل حزم وشدة. أيها السادة والسيدات، ونحن في فضاء هذا المكان تبرر لديه تلك الحكمة الخالدة التي تقول أن العدل أساس الملك وبه يستقيم كل شيء، وإذا تحقق العدل حفظت كرامة الناس وأخذ كل ذي حق حقه، وهذا الذي تأتى إلا بقضاء عادل أقسمنا يمين الولاء له لإحقاق الحق مصداقا لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فتحكموا بالعدل. صدق الله عليه. الساعة 11:30 بقاء جلسة العمومية الموجود بمحكمة الابتدائية في طنجة ونطلب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت رحاب المحكمة الابتدائية بطنجة هذا الصباح تنصيبي في جلسة رسمية وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بعد موافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبقدر ما هو تشريف هذا التنصيب بقدر ما أصحابها. هناك أهداف أخرى سوف أشتغل عليها، ومنها على الخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا للإكراهات التي تعرفها السجون من هذا الجانب. هذه الأهداف مجتمعة لا يمكن الوصول إليها وبلوغها إلا بمساعدة ومؤازرة الطاقم الذي سوف أشتغل معه، وأخص بالذكر السادة نواب وكيل الملك وموظفي كتابة النيابة العامة ومساعدي القضاء وخاصة هيئة الدفاع والشرطة القضائية وإلى غير ذلك من مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين وموثقين وغيرهم للقضاء على المخلف الذي تعرفه النيابة العامة. كنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم كوسائل الإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله. في مهامه الجديدة الوكيل العام للملك لدى محكمة السيناء في طنجة، وله منا جزيل الشكر والثناء. حضرات السيدات والسادة، إنما يزيد من شرفي اليوم حضوركم معنا، فلكم مني جزيل الشكر والثناء. وأختم كلامي بقوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. صدق الله العظيم. والسلام عليكم.